جراديشار عملها وكاموش لسه. هتقول لي قصدك ايه؟ هقول لك بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده وسهره رمضانيه اولى، في اول حلقه في رمضان هتكون حلقه ضرب نار حرفيا. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه وتعمل لايك، وقبل ده كله تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا نبدا مع بعض. حلقه النهارده هتكون حلقه ضرب نار، فلازم تركز معايا من اول ثانيه لاخر ثانيه. هتقول لي طبعا دلوقتي ايه اللي هو عمله دلوقتي جريديشار وكامويش مهاجم النادي الاهلي لسه ما عملوش؟ هقول لك ان احنا جبنا المفروض يلسن كامويش المهاجم الانجولي يعوض رحيل نيتس جريديشار. احنا طلعناه اعاره عشان المفروض ان هو اوحش من كامويش اللي احنا جبناه، لكن اللي حصل العكس تماما. ده جريديشار مشي النادي بتاعه اللي احنا مطلعينه اعاره ليه مع حقيه الشراء، وسجل هدف النهارده، هدف عالمي. تشوف بقى دلوقتي يلسن كامويش احنا جبناه النادي الاهلي، اللاعب لحد دلوقتي ما عملش حاجه، مش عارف يستلم الكوره حرفيا. تبص على جريديشار، اقسم بالله لاعب ممتع يا جماعه. جريديشار لاعب بيلعب تحت راس الحربه، بيلعب جناح يمين جناح شمال، بيلعب في اي حته. لاعب بيعرف يستلم الكوره، بيعرف يلعب براسه، بيعرف يعمل كل حاجه في الكوره. لكن تبص على كامويش اللي انت جايبه ما بيعرفش يلعب براسه، حتى اقل حاجه ان انت عايزها من المهاجم هو ما بيعرفش يعملها. جريديشار من الاخر كده اللي انا عايز اقوله لك ان اداره النادي الاهلي فشلت فشل ذريع، ان هي راحت جابت يلسن كامويش مكان جريديشار. لاعب جريديشار يا جماعه لاعب ممتع، عايز ياخد فرصه بس اديله فرصه قسما بالله يبهرك. يعني شوف اول ما جه كان بيطلع نار، ان نزل ماتش يا يسجل يا يصنع هدف يا يسجل على طول، ما بيفرقش معاه اي خصم. اللاعب بينزل اخر ربع ساعه كان بيدمر الملعب حرفيا. لكن جه عماد النحاس لعب على حسابه وسام ابو علي، ومن ساعتها جريديشار مستواه انخفض. لكن جريديشار اول ما خد ماتشات مع يسروب كان مستواه بيبدا يرجع. انا عايز اقول لك ان جريديشار افضل من يلسن كامويش يا جماعه، فرق شاسع، اقسم بالله فرق شاسع. مش هنتكلم في الحوار ده كتير، احنا عرفنا ان اداره النادي الاهلي غلطت. فلازم لو انت مش هتجيب مهاجم افضل من كامويش تمشي كامويش وتجيب مكانه يا جريديشار. الافضل ان اداره النادي الاهلي تعمله حاليا ان هي تمشي يلسن كامويش وتجيب جريديشار. ده بعد الحلو احسن حاجه عملناها ان احنا جبنا يلسن كامويش، ده ان احنا جبناه اعاره ما جبناهوش بيع. نمشي بقى بعد ما الاعاره بتاعته تخلص، الست شهور بتوعه يخلص، نمشي يلسن كامويش ونجيب مكانه جريديشار ونريح دماغنا. لو انت مش هتعرف تجيب حد احسن من جريديشار يبقى ما تجيبش خالص وتكمل بجريديشار. لكن احنا دلوقتي عندك مروان عثمان بيضيع، عندك محمد شريف بيضيع، عندك الواد كامويش ده بيضيع. فانت دلوقتي في النادي الاهلي ما عندكش مهاجم. نخش بعد كده على الموضوع اللي معانا بعد كده. الموضوع اللي معانا بعد كده هو اربع لاعبين من النادي الاهلي في التشكيل المثالي للجوله ال 18 في دوري نايل. الاربع لاعبين دول هو محمد الشناوي، مروان عطيه، امام عاشور، ويوسف بالعمري مخصوص. يعني تخيل اول مباراه يوسف بالعمري يلعبها اساسي ياخد رجل المباراه، اقسم بالله لاعب ممتع. في لعيبه كده اول ما تنزل الملعب مش محتاجه تمارين ومش محتاج اي حاجه، هو اللاعب ده عنده موهبه ربانيه. واللاعب ده هو يوسف بالعمري. يوسف بالعمري خلاص والله مهما يحصل ما ينفع يقعد دكه. انت تخيل كنا بنشوف كوكا ونشوف شكري ونشوف القرف ده كله، وعندنا يوسف بالعمري. يعني كان مش عارف اتكلم فيه، بس الحمد لله ان احنا جبنا يوسف بالعمري، لاعب مميز جدا جدا. نخش بعد كده على الموضوع اللي بعد كده هو عوده تريزيجيه. تريزيجيه المران بتاع النادي الاهلي النهارده اللي هو يوم النهارده ايه، النهارده السبت، النهارده بالليل المران بتاع النهارده هو اللي هيحدد تريزيجيه هيلعب مباراه سموحه الجايه ولا لا. لكن بنسبه يعني كبيره سنه ان تريزيجيه مش هيلعب المباراه الجايه، ممكن برضه يرجع، فهتبقى يعني اضافه كبيره للنادي الاهلي في مباراه سموحه، هتبقى اضافه تاريخيه. يعني تريزيجيه يا جماعه احنا عارفين ان هو هداف النادي الاهلي في جميع البطولات مع النادي الاهلي، فهتبقى عوده كبيره لتريزيجيه ان شاء الله. نتمنى تريزيجيه يرجع لنا في اقرب وقت. مش معاك بعد كده على كارثه حصلت في نادي الزمالك بعد مباراه نادي الجونه امبارح، بعد المباراه اللي فاز فيها نادي الزمالك امبارح 2-0 امام نادي الجونه. في كارثه حصلت بعد المباراه مباشره ومحدش اتكلم عنها، والكارثه دي هو اتوبيس نادي الزمالك، الاتوبيس اللي بيوصل اللعيبه من الملعب، من ملعب التدريب لملعب المباراه. الاتوبيس ده طبعا نادي الزمالك مأجره، فنادي الزمالك ما دفعش ايجار، فالاتوبيس ده ما رضيش يتحرك. فطبعا اللعيبه عايزه تروح تعمل ايه؟ اللعيبه روحت في ميكروباصات، اللعيبه روحت في ميكروباصات، والحاجات بتاع اللعيبه اللي هي الشنط والمعدات بتاع الجهاز الفني جه عربيه ربع نقل شالت ده كله وخدته وروحته. يعني نادي الزمالك انا مش متخيل ان انت دلوقتي عندك مجلس اداره مش عارف يدفع للاتوبيس بتاع اللعيبه. يعني المفروض لعيبه عندك يعني في المركز الثاني عن جداره واستحقاق في المركز الثاني والجدول، ورغم ده كله في المركز الثاني مش عارف توفر لها بس الاتوبيس. يعني كارثه في حق اداره نادي الزمالك. لازم نادي الزمالك يركز على اللعيبه ويهدي الاجواء في اللعيبه. مش ازاي يعني لعيبه نادي الزمالك يا جماعه تروح في ميكروباصات؟ ازاي لعيبه نادي الزمالك تروح في ميكروباصات؟ انا ما اعرفش. لكن لازم الازمات دي كلها تتحل من اداره نادي الزمالك. انا مش شايف دلوقتي اداره نادي الزمالك عامله حاجه لحد دلوقتي. اللي احنا فيه دلوقتي اداره نادي الزمالك مش قاضيه اي مصلحه، فلازم اداره نادي الزمالك تحل الازمه دي في اقرب وقت. نروح بعد كده على اخر موضوع معانا هو هادي رياض.
هادي رياض قريب ان هو يكون مع النادي الاهلي ويقود دفاع النادي الاهلي هو وياسين مرعي امام نادي سموحه في المباراه الجايه اللي هتكون يوم الاثنين. يوم الاثنين هيكون في مباراه للنادي الاهلي، فممكن تشوف اول ظهور برغم اصابه اللاعب الجديد عمرو الجزار اللي مش عارف فلوسه حرام ده ولا ايه. اللاعب اول ما جه اتصاب، فممكن يكون اساسي بنسبه كبيره. يكون معانا هادي رياض وياسين مرعي، يكونوا الاثنين دول في التشكيل الاساسي. هادي رياض نفسي برضه اشوفه لاعب ممتع، زي ما كان نفسي اشوف يوسف بالعمري، نفسي برضه اشوف لاعب زي هادي رياض. وعايز اقول لك ان احنا ممكن تلاقي بنسبه كبيره يسترب رمى على طول بيكهام، ونشوف كوارث دفاعيه. فيا رب نشوف هادي رياض لاعب مميز جدا جدا، وما اتصابش اول ما جه من النادي الاهلي، لا كان عنده اوراق في الجامعه واللاعب خلصها. فيا رب نشوف اللاعب يكون اساسي امام سموحه، وده طبعا لغياب ياسر ابراهيم تقريبا لتراكم الانذارات. ياسر ابراهيم هيكون غايب، ومروان عطيه هيكون غايب، وتريزيجيه ممكن برضه يغيب، زيزو ممكن يغيب. فيكون النادي الاهلي عنده غيابات بالجمله، وابرزهم مروان عطيه وياسر ابراهيم اللي غايبين لتراكم الانذارات. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، لكن حلقتنا ما خلصتش معاكم النهارده. حلقه تاريخيه الصراحه. فقبل ما تطلع عايزك تشترك في القناه وتعمل لايك. استنوني بكره في حلقه جديده ان شاء الله، هنكون كل يوم معاكم في حلقه جديده. صلى الله على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اشترك في القناه واعمل لايك. السلام عليكم.